حبيبتي الجميلة، خزنتي خضرة ولا لسه؟ خضرة الصيف قربت تخلص، خضرة الشتاء احنا لسه ما دخلناش على الصيف. لو دخلنا على الصيف الخضرة هتنشف ومش هنعرف نخزن منها. اللي ما خزنش في الشتاء تعالوا بقى دلوقتي اقول لكم ازاي تلحقوا تخزنوا الخضرة وتفضل معاكم تحفة. انا هنا زي ما انتم شايفين كده جبت خضرة خطيرة، بسم الله ما شاء الله. الخضرة على فكرة قربت ان هي تنشف ومش هتبقى حلوة، لسه الخضرة دلوقتي حلوة. وبصوا بسم الله ما شاء الله مرعرعة كده وجميلة، والربطة بسم الله ما شاء الله مالية مركزها. خزنوا الخضرة لان في الصيف بتجيبوا الكرنباية ب10 جنيه وب5 جنيه، وبتجيبوا الخضرة ب20 جنيه، وبتبقى حاجة قد الربطة اللي انا ماسكاها ديت. يعني ابو 20 جنيه في الصيف بتبقى ربطة صغيرة جدا. احنا النهاردة هنعمل الخضرة بطريقتين، والطريقة اللي تعجبك اعمليها. هنا معايا الطريقة ديت هنحطها في الفرن وهنشفها وهتطلع تحفة. ومعانا الطريقة التانية مقطعينها كده زي ما انتوا شايفين، مغسولة ومتنضفة وزي الفل. هنعمل ايه؟ غسلنا الخضرة وبصوا زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هنحط عليها كده معلقة كربوناتو، معلقة واحدة بس مش اكتر من كده، عشان نحتفظ بالخضار بتاع الخضرة بتاعتنا. شايفين اللون افتحي معانا اكتر ازاي؟ هنمسك بقى اكياس ونعبي المقدار اللي احنا عايزينه، وبعد كده هنقفل الكيس. واهم حاجة ان احنا نطلع الهواء منه. صدقوني اللي ما خزنش خضرة فاتوا كتير وهيخسر كتير جدا. طبعا احنا طول الصيف ما بنعملش غير محشي بتنجان وكرنب ورق عنب. بنحتاج الخضرة دي. طلعي اعملي منها سلطة، طلعي منها اعملي منها المحشي، طلعي اعملي منها اللهم صل على النبي الكفتة ورز، اعملي منها البصارة، اعملي منها كل حاجة انت عايزاها. هتبقى معاكي خضرة فريش ولا فيها اي حاجة، ولا اكنك مخزنة، ولا هتدبل معاكي ولا هتغمقي معاكي ولا اي حاجة خالص. احنا عملنا ايه؟ احنا بصوا بنطلع الهواء منها ونروح مطبقينها اكننا بنطبق ملاية سرير. بس هنا بقى معايا بصوا نشفناها في الفرن، خلينا النار هادية خالص وحطيناها كده في الفرن. نطلع ونقلبها لمدة 5 دقايق، كل 5 دقايق نطلعها ونقلبها ونحطها تاني في الفرن لغاية يما تتحمص معانا. دي تاني طريقة يا جماعة. الطريقة التانية بقى اللي هتريحك وهتبقى زي الفل واحسن ما انت تحمصي كمان في البوتاجاز، ان انت تفرديها كده على صينية وتحطيها على السفرة، وكل يوم تقلبيها مرة واحدة بس. هتبقى معاكي خضرة وخطيرة وهتريحي نفسك. وبعد ما تنشف هتعبيها لا اما في علبة لا اما في بطرمان وهتحتفظي بيها في المطبخ. هنا لقيت الصينية صغيرة، هننقلها في الصينية الكبيرة وهسيبها على السفرة تنشف خالص. وبعد كده هنشيلها زي ما هي، ولا هنفركها ولا هنكسرها ولا اي حاجة، هنعبيها زي ما هي كده في علبة. تمام كده. قطعنا الخضرة، حطينا معلقة كربوناتو، طلعنا الهواء من الاكياس، طبقنا الكيس واحتفظنا بالخضرة زي ما انتوا شايفين كده. هنطلع الكيس زي ما احنا عايزين من الفريزر وهنستعمله وهنشتغل بيه كده. بقى هنحطها بقى على السفرة وهنسيبها 2 يوم عشان الجو حر، هتلاقيها نشفت معاكي وبقت جميلة. مستعجلة عليها، نخش للطريقة التالتة. اكيد عندك ميكروويف مكان الفرن. الميكروويف هيخليلك الخضرة كمان خضرة زي الحشيش زي ما انت شايفاها كده. هو البوتاجاز بيغمقها شوية بس مفيش اي مشكلة. هرش عليها كده رشة كربوناتو صغيرة، وبعد كده هنركنها بقى على جنب. اقول لكم بقى على الطريقة التالتة والسهلة ومش هتاخد برضو وقت معانا خالص. هنجيب طبق الميكروويف كده، طبق الازاز بتاع الميكروويف بتاعنا، هنفرش عليه ورق مناديل او ورقة زبدة وهنحطها في الميكروويف. بص هتطلع بنفس الطريقة دي، شايفة خضرة وجميلة وزي الفل. هتعبيها بقى في بطرمان او في علبة وهتشيليها
في المطبخ، هتقعد معاكي لغايه الشتاء ان شاء الله. بصوا دي بقى نشفت معانا ازاي، ناشفه خالص. هتحطيها في بطرمان وهتحطيها في المطبخ عندك وهتحتفظي بيها، مش هيجرى لها اي حاجه. سوى دي او دي هيتحطوا كده في المطبخ، واول ما تيجي تستعمليها تفركيها على الرز، على السلطه، زي ما انت عايزه. تخزنوا الخضره، اللي مخزنش الخضره هيبقى فاته كتير جدا. احسن تفريز للخضره اللي انا عاملاها لكم ديت. اتمنى يكون استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.